مين اول 5 هدافين في تاريخ كاس العالم؟ ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ وفيديو جديد مع محمد حامد. وفيديونا النهارده هنقول لكم على اول 5 هدافين في تاريخ كاس العالم. القايمه فيها كتير فشخ، بس هنقول لكم على اول 5 بس، وعدد المشاركات وكم مباراه كمان جابوا الاهداف دي. بس قبل ما نخش الفيديو يا شباب، لسه مش اشتراك، انزل اعمل اشتراك وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. اول 5 هدافين في تاريخ كاس العالم، ورقم 5 هو الاسطوره البرازيليه بيليه، وعنده 12 هدف من 14 مباراه واربع مشاركات في 58 و62 و66 و70. رقم 4 هو الفرنسي جاست فونتين، وده عنده كام بقى؟ ده عنده 13 هدف في كام مباراه؟ في 6 مباريات بس، ومشاركه واحده في كاس العالم كانت سنه 1958. رقم 3 في القايمه هو غيرد مولر، وعنده 14 هدف في 13 مباراة ومشاركتين بس سنة 70 وسنة 74. رقم 2 في القايمة هو رونالدو البرازيلي، رونالدو دا ليما، وعنده 15 هدف في 19 مباراة واربع مشاركات 94 98 2002 و2006. رقم 1 في القايمة بتاعت هدافين التاريخيين لكأس العالم هو الأسطورة الألمانية كلوزا، وعنده 16 هدف في 23 مباراة وفي 4 مشاركات 2002 و2006 و2010 و2014. وبس شباب، كده خلصنا اول 5 في القائمه بتاعتنا بتاعت هدافين تاريخيين لكاس العالم، وكده خلصنا الفيديو بتاعنا النهارده. لو عايز بقيه الخمسه او بقيه القائمه او اعمل اجزاء من الفيديو ده، قول لي في الكومنتات. بس الشباب، خلصنا الفيديو بتاعنا النهارده، ما تنساش اللي عامل اشتراك انزل اعمل اشتراك وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. سلام.